السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم بقى النهارده ازاي تعملوا الجاتوه التحفه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بالمانجا والفراوله وحاجات كده نعملها بخطوات بسيطه. يعني مش محتاجين خطوات كتير في الجاتوه بتاعنا النهارده، مش محتاجين احترافيه ولا حاجه، مش محتاجين ان احنا نكون عملنا جاتوه قبل كده. النهارده باذن الله بخطوات بسيطه هتعملي الجاتوه اللي انت شايفاه قدامك دوت تحفه جدا، وما شاء الله عليه خطواته بسيطه جدا واي حد يعرف يعمله. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. علشان نعمل بقى الجاتو بتاعنا الجميل دوت محتاجين بولة فيها 3 حبات من البيض. طبعا طالما في بيض يبقى لازم يكون فيه فانيليا. وكمان هنا حطينا معلقة كبيرة كده من الخل عشان يديني هشاشة للبيض. وكمان جبت كده معلقة صغيرة بس تكون هرمية كده، يعني مليانة شوية من محسن كيك جيل. واي نوع بيكنج باودر بقى هاخد منه معلقة كده بس تكون ممسوحة. وكوباية الا ربع من السكر، سكر عادي مش سكر بودرة. واجيب المضرب الكهربائي وابتدي اضرب كل المكونات دي مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يفتح لونه ويضاعف كده حجمه زي ما هتشوفوا دلوقتي حالا. ايوه بالظبط كده. ابتدي بقى اول ما اوصل للمرحله ديت اضيف بقيه المكونات، وهي كوبايه بس ناقصه معلقه كبيره من الدقيق. يعني كوبايه الا معلقه من الدقيق، اي نوع دقيق عندنا بنستخدمه. وكمان عايزين معلقه كبيره كده من النشا بس تكون معلقه هرميه، انا كنت بستخدم هنا معلقه صغيره عشان كده حطيت منها 3 عشان يعني تبقى نفس كميه المعلقه الكبيره. ومعانا هنا كمان تلت كوبايه من الميه، نزلت بيها كده بعد دقيقة على طول وابتدي بقى اكمل بالمضرب الكهربائي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادخل فيه هوا وابتدي القوام معايا يتجانس وادخل كل المكونات في بعض. وعايزة كده بس اجيب اللي في البولة بتاعتي من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم اقلب زي ما انتوا شايفين كده في كتل من الدقيق موجودة في قاع البولة، علشان كده لازم اقلب التقليبة ديت علشان ادخل كل المكونات في بعض. وابتدي اسميه بسم الله واضرب كمان حوالي 5 دقايق. عايزه اقول لكم توتال الضرب كله بيوصل لحوالي 10 دقايق او 12 دقيقه كمان عقبال ما ابتدي اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى شبيه لقوام الكريمه. هو كده مظبوط وتمام قوي. عايزه اقول لك ما تضربيش اقل من 10 دقايق، طبعا على حسب قوه المضرب بتاعتك. هجيب بقى كده ورقه من الزبده واجيب الصاج دوت 40 في 40، وابتدي انزل كده. هو هياخد معايا الكميه دي او المقدار دوت صاج 40 في 40 هيعمل لي طبقه بسيطه قوي من كيك السبونج. وببتدي افرده كده، وطبعا انا مولعه الفرن قبل ما ابدا في اي حاجه من الكيك. ولعت الفرن درجه حراره 220. ايوه درجه حراره 220 عشان عندنا هنا الكيك بتاعنا سمكه رفيع خالص. هدخله على درجه حراره 220 ومش اكتر من 10 دقايق وهيطلع معايا. انا هنا بقى كده في مقطع صغنن كده راح مني، بس يعني انا ما عملتش فيه حاجه كتير. كل اللي انا عملته ان انا ابتديت بس اقشر وش الكيك بعد ما طلع معايا من الفرن وبرد. ابتديت اقشر وشه كده على قد ما اقدر، اللي على الوش دوت، وابتديت اسقيه. طب هتسقيه بايه؟ هتسقيه باي شربات عندك او اي عصير. انا هنا خدت معلقه صغيره من الجيلي الفراوله وحطيتها على ميه دافيه وابتديت اسقي بيها الكيك، لان احنا طبعا هنعمله النهارده بالفراوله. فابتديت اشتغل يعني بالحاجات اللي انا هشتغل بيها. يا دوبك هي معلقه صغيره بس كده دوبتها في نص كوبايه من الميه الدافيه وابتديت اسقي بيها الكيك بتاعي. وبعد كده حطيت عليه الكريمه. طب الكريمه ديت احنا عملناها ازاي؟ عملنا كتير كريمه قبل كده، ما حبيتش ان انا ازود عليكم في الفيديو. عملنا كتير قبل كده في كمان حلقه او فيديو مخصص للكريمه. وعايزه اقول لكم الكميه معايا النهارده مش كميه كبيره خالص، تقريبا كوبايه ونص من الكريمه، حطينا عليهم كوبايه ونص من الميه المتلجه او الحليب المتلج، وحطينا كمان عليهم ربع كوباية من السكر وابتدينا نضربهم بس كده. مش محتاجين اي حاجة او مفيش صعوبة في الموضوع. فما حبيتش اطول عليكم الفيديو واعمل كمان الكريمة في الفيديو. حابين ان انتوا ترجعوا للفيديو اللي كان فيه الكريمة هتعملوا نص المقدار. هتلاقوا الفيديو عندكم في القناة. هتعملوا نص المقدار اللي انا كنت عاملاه زي ما شفتوا كده. ابتديت افرد الكريمة بتاعتي ووزعها بالسكرابر وابتدي اسويها. ولازم تدخل التلاجة قبل ما اجيب الفاكهة بتاعتي وقبل ما اقطع الفاكهة بتاعتي. انا هنا عندي نوعين من الفاكهة، فراولة ومانجا. المانجا دي كانت عندي في الفريزر فابتديت اقطعها وهي يا دوبك مجمدة لسه متجمدة. وقطعت النوعين الفاكهة اللي عندي، وكمان برضو عندي باكوين جيلي مانجا وفراولة. هبتدي كده افرغ محتويات الباكو في اي بولة او اي كوباية كده، واضيف عليهم تقريبا نص كوباية بس من المية المغلية، تكون مية لسه مغلية حالا، نص كوباية. وابتدي كده اقلب اقلب اقلب
لحد ما الاقي الحبيبات بتاعه الجيلي ابتدت ان هي ايه تدوب. انا هنا ما بعرفش بصراحه اقلب بايدي الشمال خالص، فابتديت ايه لا اقلب بايدي اليمين احسن، ربنا يجعلنا دايما من اهل اليمين. بس هبتدي كده بقى اقلب لحد ما الاقيش خالص تكتلات من الجيلي. وهنا بقى تيجي دور الميه المتلجه. بصوا الميه دي متلجه، هبتدي بقى ابرد. طبعا مش هستنى بقى ان الجيلي يبرد بميه سخنه، عشان كده عملت نص الكميه ميه مغليه والنص التاني ميه تكون ساقعه. خلاص كده ابتدي بقى اقلب واسيبه بقى يهدى. هو كده عايزه اقول لكم هو دافي، انا بقى عايزاه يكون بارد تماما. اوعي 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 بحذرك مره تانية، اوعي تحطي الجيلي على الكريمه او على الفاكهه وهو دافي حتى، لازم تسيبيه يبرد تماما. وكمان ملحوظه تانية، لازم بعد ما نحط الكريمه، يعني بعد الطبقه اللي احنا فيها دي، لازم الكريمه تدخل او ندخل الصاج ده كله كده على التلاجة مش اقل من ساعتين قبل ما نحط عليه الفاكهه. اديني بقولك اهو الخطوات البسيطة اللي تطلع معاكي الحاجة مظبوطة. لو انتي حطيتي على طول دايركت الفاكهة فوق الكريمة وهي لسه يدوبك انتي حطاها او لسه يدوبك فرداها، هتبصي تلاقي الكريمة الفاكهة نزلت فيها. وكمان لو حطيتي الجيلي يكون دافي او حتى ساخن، بيبتدي كده يخترق الكريمة وبينزل تحت، وبص تلاقي الجيلي نزل تحت عند الكيكة وبوشها، والموضوع بيبقى باظ تماما. عشان كده انا بقولك على التكات والتريكات اللي تطلع معاكي ان شاء الله الجاتو دوت زي الفل. اول حاجة ان انت لما تحطي الكريمة هتبتدي تحطيها في التلاجة، وبعد كده تنزلي عليها الفاكهة. واهم حاجة ان برضو يكون الجيلي يكون بارد تماما. هنا انا كنت بحاول ان انا يعني اعمل زي حاجز في النص عشان الجيلي ما يدخلش على بعضه، بس هلاقي بعد كده الموضوع يعني هو كده كده دخل، يعني ما عملش اي حاجه. وشلت العازل دوت وابتديت بقى ادخل التلاجة بالراحه كده. مسكت الصاج ودخلته التلاجة زي ما هو لحد ما الجيلي بتاعي يتماسك. عايزه اقول لكم بقى الكلام ده كان تاني يوم، يعني يستحسن ان انت تحطيها يوم كامل في التلاجة عشان كده الجيلي يكون تماسك والكريمه كمان تكون تماسكت عشان تقدري تقطعيه بكل سهوله. تقدري بقى تستخدمي هنا المسطره عشان تقدري تقطعي قطع يعني متساويه. انا هنا بصوا هقسم الصاج على 3 شرايح كده، يعني 3 اجزاء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اول جزء انا هنا بقيس وببتدي اعلم الاول قبل ما بقطع. حابه بقى ان انت تقطعي عادي كده، يعني مش لازم بقى التقطيع المسطره والكلام دوت. يلا اشتغلي بتمام، هي كده كده حاجه لبيتك. لو حابه بقى تقطعي كده حاجه كده زي الجاتوه وتبقى بنفس المقاس، قطعه مقاس اختها، يلا بينا تمام. اعملي زي ما بقولك كده بالمسطره. وهنا كده ده كده بيبقى البورد بتاع الجاتو. عشان كده بقولك يعني ممكن برضو تقيسي بيه. انا هنا بقى هقيس كده يعني ايه بالويم، لان هو بصراحة كان لينا يعني ما هوش طالع اوردر ولا حاجة. فابتديت اقطع كده يعني ايه زي ما انا حابة انت تقطعيه بقى مكعبات. يلا بينا اشتغلي زي ما انت عايزة. اهم حاجة بقى تسلكي كده الجناب لو انت هتطلعيه، يعني لو حابة تطلعيه بره الصاج كله هتبتدي كده تسلكي الجناب. ويلا كده بالراحة وتدخلي السكرابر او اي حاجة كده او سباتولا او اي سكينة حتى تحت القطعة، وهتطلع معاكي بكل سهولة. بصوا، ولا بقى قطعنا ديسكات ولا حشينا وضغطنا على الديسكات ولا الكلام الفاضي ده كله، وطلع معانا بكل سهولة بخطوات بسيطة. لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك وما تنسوش الاشتراك في القناة.